يا مساء الجمال. كلنا عدى علينا لحظة كان نفسنا الزمن يقف فيها، بس تفتكر لو الزمن رجعك لنفس الشخص بعد سنين هتتصرف ازاي؟ تعال شوف لما الصدفة تحطك قدام حب عمرك وتحط قدامك سؤال أصعب، نكمل ولا ننسى؟ ده اللي هنعرفه النهارده. ما تنساش اللايك ويلا نبدأ. حكايتنا بدأت سنة 2006 وبالتحديد يوم 19 ديسمبر مع عليا ويوسف وهم كالعادة مع بعض في السينما، وبعد ما خرجوا قعدوا يخططوا ازاي هيشوفوا بعض تاني في الشهرين الجايين، وده لأن عليا هتعزل لمكان جديد وكده مش هيتقابلوا الفترة الجاية، وكان الحل الوحيد انهم يروحوا لمحل موبايلات ويسألوا على أرخص موبايل أو يقضي الغرض، بس للأسف تمنه كان غالي قوي. فصاحبتنا قالت لك إنها هتعرف من باباها عنوان البيت الجديد، واتفقوا إن تاني يوم هيزوغوا من المدرسة ويروحوا ياخدوا جولة في المنطقة، أو يمكن يطلعوا بمكان قريب زي كافيه أو كشك عشان يقدروا يتقابلوا فيه. لكن للأسف القدر لعب معاهم لعبة هتغير كل حساباتهم. طب إزاي؟ أقول لك. سلمى أول لما وصلت البيت لقت مامتها بتلم كل حاجة وقررت إنهم هيعزلوا دلوقتي وهيروحوا يعيشوا في بيت خالها. بس عليا كل اللي كان شاغل تفكيرها هتقول ليوسف اللي بيحصل ده إزاي، وإزاي هتقدر تشوفه تاني. طيب إيه اللي حصل خلى مامتها تغير كل حاجة في لحظة؟ شوية وأقول لك. المهم وبعد فترة كبيرة القدر زي ما فرق بينهم جمعهم صدفة تاني يوم 19 ديسمبر. وخليك فاكر التاريخ ده عشان هنرجع له تاني، بس الأهم أحكي لك شافوا بعض تاني إزاي. صاحبنا كان رايح يحضر مؤتمر لأطباء الأسنان، ولأجل حظه المؤتمر اتلغى، والمؤتمر اللي بعده لسه كمان ساعتين، فأخد بعضه وراح يقعد في كافيه أهو بيضيع وقت. ومفيش ثواني وعليا قالت لك تحب تطلب إيه؟ اكمنها شغالة في الكافيه. عايزة أقول لك إن يوسف ما كانش مصدق إن بعد السنين دي كلها رجع يشوفها تاني. طيب هو عرفها إزاي بعد المدة دي كلها؟ لأن أكيد شكلها اتغير، وده من اسمها اللي كان على اليونيفورم. فيوسف طلب منها يتقابلوا بعد الشغل أو يدردشوا شوية وكل واحد منهم يعرف الدنيا عملت في التاني إيه. وبالليل يوسف كان أول سؤال يسأله لعليا إيه السبب إنهم يمشوا فجأة. فصاحبتنا قالت لك إن بعد ما مامتها اكتشفت خيانة باباها وكمان بيعاكس البنات اللي بيروحوا له المحل، فمامتها لقت الحل الوحيد إنهم يعزلوا بعد ما بقت سيرتهم في كل بيت. وبعد كلام كتير جه الدور على يوسف يحكي اللي حصل معاه، فقال لك إنه فضل مستنيها آخر يوم الامتحانات قدام اللجنة لحد ما البنات كلها خرجت وهي فص ملح وداب. فردت عليه بس الظاهر كده اختفائي جه في مصلحتك، وشكلي كده كنت انا اللي معطلاك عن المذاكره. لكن هو قال لها لا خالص، انا لسه فاشل زي ما انا وجبت مجموع صغير في الثانويه العامه، لكن بابا بالنسبه له مساله طب دي حياه او موت، فسفرني روسيا ادرس هناك سنه عشان اقدر ادخل هنا طب اسنان. وقد كان، لكن بيني وبينك انا مش موافق على كل اللي بيحصل ده، وكليه طب ما كانتش حلمي، بس بابا قرر يحقق احلامه فيا انا واختي. وبعد كلام كتير يوسف قال لها ما تيجي نتمشى شويه زي زمان. وقتها عليا فاجئته انها اتخطبت لمحمد ابن خالها، ودي كانت الصدمه لصاحبنا، اصله كان فاكر انها لسه عايشه على ذكر حبهم زي زمان زي ما هو عمل. لكن يوسف ما كانش قدامه غير انه يرضى بالامر الواقع. وفي اخر الخروجه اكتشفوا صدفه غريبه جدا، وهي ان تاريخ اليوم اللي اتقابلوا فيه هو نفس تاريخ آخر مرة شافوا بعض فيها. فيوسف قال لها تحسي إن مفيش حاجة اتغيرت، مع إن كل حاجة اتغيرت. وعايزة أقولك إن الكلام ده أكبر دليل إن مشاعرهم لبعض لسه زي ما هي. فعليا اقترحت عليه إنهم يشوفوا بعض كل سنة في نفس اليوم اللي هو 19 ديسمبر، وكل واحد فيهم يحكي للتاني اللي بيحصل معاه طول السنة. بس تفتكر القرار ده صح ولا بيدمروا علاقتهم ببعض أكتر؟ شاركنا برأيك. وللمرة التانية الاتنين قرروا يسيبوا بعض، بس المرة دي برضاهم. وبعد سنتين يوم 19 ديسمبر 2015 الحال اتبدل والدنيا ضحكت في وش عليا، وده لأنها اشتغلت مضيف الطيران. وبالنسبة لصاحبنا دكتور الأسنان قرر إنه يسيب المهنة ويروح للشمال برجله، مخدرات بقى وسهر وضارب الدنيا صارمة. وبالفعل الاتنين اتقابلوا واليوم اتضرب من قبل ما يبدأ. لما عليا سألت صاحبنا عن السبب اللي مخلي شكله تعبان ومرهق كده، لكن هو فضل يلف ويدور عليها بالكلام. ساعتها هي اتأكدت انه مخبي حاجة فقررت تسكت، بس السكوت ده ما طولش لانها فتحت فيه لما قال لها ان حوار طب ده ما جاش على هواه، وانه قرر يسيبه لانه من الاول ما كانش اختياره. وكمل كلامه وقالك انه ماشي في طريق مغصوب عليه، وانه كان بيحقق حلم مش حلمه، لحد ما تعب وكان حاسس انه محبوس جوه السجن، فقرر يعمل اللي هو عايزه.
وفعلا سبت البيت واشتغلت كذا شغلانة اهو بلقط رزقي. بس الكلام ده ما عجبش عالية وقالت له هو انت سبت الشغلانة اللي تديلك فلوس واحترام وقيمة وسط الناس ورايح تتنطط يمين وشمال عشان شوية اوهام في دماغك؟ وكلمة منها على كلمة منه قامت خناق. وقتها دينا اخت عالية كلمتها وبلغتها ان مامتهم في المستشفى، فصاحبنا ما هانش عليه تبقى في ظرف زي ده لوحدها فراح معاها. بس تقدر تقول كده كل واحد فيهم ما كانش عايز يسيب التاني وهو زعلان منه. وبعد ما اطمنت على مامتها قرروا يروحوا يتغدوا سوا، وهناك عرف منها انها سابت خطيبها اكمنها ما كانتش بتحبه ولا كانت مرتاحة معاه. وبعدها رجعوا المستشفى وفضلوا يتكلموا ويهزروا زي زمان. وقتها يوسف اعتذر لها على اسلوبه في الكلام معاها، وهي كمان قالت له اسفة اني عملت فيها ست النظرة، ورمت كلمتين اللي هو وانا مالي اصلا، تطلع دكتور ولا حتى بقال، كل واحد فينا بيشوف الدنيا بعينه هو، ولما بنشوفها بعين بعض بنتخض، المهم تبقى انت عارف عايز تعمل ايه بالظبط. وعايزه اقولك ان الكلمتين دول نزلوا عليه زي الميه الساقعه، ما بقاش عارف يرد يقول ايه، وكل اللي عمله انه اخد بعضه ومشى. وطول الطريق كان بيفكر في كلامها يمكن يفوق ويبص لمصلحته. وبكده المقابله التانيه انتهت بينهم. وكالعادة وبعد سنين بنشوف صاحبنا بقى شخص تاني وقدر يحقق حلمه وعمل بيزنس خاص بيه، وطبعا كلم علي عشان يتقابلوا. وكانت الصدمة الكبيرة لما اتقابلوا وقالت له انها اتجوزت واحد اسمه زياد من سنة. وقتها جات لصاحبنا مكالمة شغل من نورة المساعدة بتاعته، والمكالمة دي خلت عالية تقول تفتكر هي البنت دي بتجيب رجلك؟ فالتاني قال لها ان كل اللي بينه وبين نورة شغل وبس. لكن عالية فتحت على نفسها طاقة جهنم لما قالت له انا عايزة اعرف انت هتفضل كده لحد امتى؟ وقتها يوسف قال لها انه محبهاش وان موضوع الحب ده شاله من دماغه خالص، بمعنى اصح عايز يوصل لها انه محبش قدها ولا هيعرف يحب بعدها. في الوقت ده قرروا يروحوا ياكلوا في مكان تاني، وفي الطريق عرف منها كلام مهم جدا بخصوص علاقتها مع زياد لما قالت لك انه ضربها كتير، وبدأت تحكي له عن أول مرة ضربها فيها وإنها سابت البيت ومشيت. فهو رجع واعتذر لها وهي سامحت ورجعت البيت. لكن للأسف الموضوع اتكرر تاني، بس المرة دي قررت ما ترجعلوش. لكن زياد رجع واعتذر وكان ندمان على اللي عمله، وهي رجعت معاه. ولما اتكرر للمرة الثالثة وقتها ما رضيتش تمشي وقالت ما أنا كده كده هرجع تاني، وقبلت بالأمر الواقع وهعيشها والسلام. ولما يوسف سألها هي ليه مستحملة كل ده وما طلبتش الطلاق، فردت عشان هو الوحيد اللي بيحبني ومتمسك بيا. والكلام ده ما دخلش دماغ صاحبنا وقال لها تمام طالما انت شايفه انه بعد كل اللي بيعمله ده بيحبك انت حره. والغريب بقى رد عالية لما قالت له انا اوقات كتير كنت بفكر اكلمك واحكي لك. فالتاني قال لها وش معنى دلوقتي؟ فردت يمكن حاجة تتغير. وكالعادة السكوت بيستمر بينهم. وبعد سنين كتير وبالتحديد يوم وفاة بابا يوسف، صاحبتنا اول لما عرفت الخبر راحت عشان تعزيه وطلبت منه انهم يتقابلوا. وبعد العزاء يوسف قابلها وكالعادة سألها عن احوالها. عالية بقى ردت عليه بسؤال اللي هو انت بتسأل عشان تبقى عملت اللي عليك ولا انت فعلا مهتم؟ ولو فعلا كده ليه عملت لي بلوك من سنتين؟ الغريبة بقى في رد يوسف نفسه اللي قالك كنت عايزاني اعمل ايه وانا شايفك مع حد تاني، واحد مريض اذاكي واستغلك وانت كنت راضية، فكان الحل الوحيد ان ابعد. لكن عالية قالت له وده ما كانش حل انك تسيبني وتختفي كده، انا لما حكيت لك عن اللي حصل من زياد استنيت منك رد فعل معين لكن للاسف ما حصلش، ولما قررت ان اتطلق دورت عليك بس ما عرفتش اوصل لك. في اللحظة دي يوسف اتأكد انها بتحبه يمكن اكتر ما هو بيحبها، بس يا فرحة ما تمت، وده لأن صاحبنا طلع متجوز. صاحبتنا بقى ما نطقتش بولا كلمة وأخدت بعضها ومشيت. وتفوت وتمر السنين ونيجي لليوم المعتاد 19 ديسمبر 2024 والوضع اتغير 360 درجة، وده بعد ما يوسف رجع للطب تاني وفتح عيادة خاصة بيه، وعالية كمان عملت بيزنس خاص بيها. وصاحبتنا اتصلت بيوسف عشان يتقابلوا كالعادة، لكن يوسف كان ليه رأي تاني لما قال لها خلاص بقى احنا كبرنا على الكلام ده، والمشاعر دي كان لازم تطلع في وقتها. وكمل وقال انهم لازم يلغوا يوم 19 ديسمبر لانه مفيش ولا معنى ولا شكل لليوم ده، وانهم يسيبوها بظروفها ويشوفوا الايام مخبية ايه. وبالرغم انهم اعترفوا بحبهم لبعض وكمان يوسف طلق مراته الا انه ما كانش قادر يمر بده تاني. وطبعا بعد الكلام ده المكالمة انتهت وكل واحد فيهم عارف ومتأكد انه مش هيشوف التاني، لكن في النهاية القدر ليه رأي تاني وجمع بينهم، بمعنى اصح القدر بيقول لهم انتوا لبعض مهما حصل. وده اللي حصل لما الاتنين راحوا لاكتر مكان بيرتاحوا فيه، السينما، وكده اتأكدوا ان الصدفة جمعت بينهم تاني لسبب اكبر من مشاعرهم. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك وسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت. باي.